بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وأهلا بكم مجددا في قناة كنوز الصحة. واليوم اخترت لكم 3 وصفات لسحور صحية لذيذة وسريعة التحضير، وكلها تعتمد على نفس المكونات الأساسية ولكن بنكهات متنوعة تناسب كل الأذواق. اليوم سأشارك معكم 3 وصفات سحور في علب زجاجية أنيقة تعتمد على الشوفان، بذور الشيا والحليب والياغورت الطبيعي والجبن الطبيعي، لكن بنكهة مختلفة في كل علبة: نكهة الفراولة ونكهة الكاكاو ونكهة معجون التفاح. جاهزون؟ يلا نبدأ مع بعض. قسمت المكونات إلى قسمين لتكون الوصفات صحية ومتوازنة. القسم الأول: نصف كوب من الحليب لكل وصفة، ونصف كوب من الشوفان لكل وصفة، وملعقتين كبيرتين من بذور الشيا، ومعجون الفراولة الصحي حسب الذوق، ومعجون التفاح الصحي كذلك الكمية حسب الذوق، وملعقة أو ملعقتين صغيرتين من عسل النحل الطبيعي حسب الذوق. القسم الثاني متكون من المنتجات الصحية التي أحرص على استخدامها دائما في وصفاتي: زبدة الفول السوداني بمكون واحد فقط، الفول السوداني دون أي إضافات غير صحية، بودرة الكاكاو الطبيعية 100% كاكاو خام بدون سكر أو أي إضافات، الياغورت الطبيعي خيار صحي غني بالبروتين والدهون المفيدة، الجبن الطبيعي من ماركة سمم لإضافة مذاق كريمي وقيمة غذائية عالية. تحضير القاعدة الأساسية لجميع الوصفات. الطريقة سهلة وبسيطة لتحضير كل وصفة في نفس الوقت. سنبدأ بوضع المكونات الأساسية في 3 علب زجاجية متشابهة واحدة تلو الأخرى. نبدأ بإضافة الشوفان في كل علبة، ثم نضيف بذور الشيا المعروفة بفوائدها الهائلة في توفير الألياف والطاقة. يليها الياغورت الطبيعي الذي يساعد على الهضم ويمنح القوام نعومة رائعة. نضيف بعدها الحليب الذي يجعل القوام كريميا وغنيا. يمكنك استخدام أي نوع من الحليب تفضلين، سواء كان حليب الماعز أو حليب اللوز أو الشوفان أو أي نوع من الحليب تفضلين، بشرط أن يكون صحي. والآن حان وقت إضافة النكهات المميزة. في العلبة الأولى نضع ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. العلبة الثانية: إذا كنت من عشاق المذاق الحلو الطبيعي فهذه الوصفة هي لك. نضيف ملعقة كبيرة من معجون التفاح الصحي إلى العلبة الثانية، مما يمنحها مذاقا حلوا طبيعيا دون الحاجة إلى السكر. التفاح غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتحافظ على صحة الأمعاء. هذه الوصفة تعطيك طاقة متوازنة دون ارتفاع مفاجئ في السكر. أما العلبة الثالثة: إذا كنت تحبين النكهات المنعشة فهذه وصفتك. الفراولة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامين سي، مما يعزز مناعتك ويحافظ على نضارة بشرتك. الشوفان وبذور الشيا يقدمان أليافا تشعرك بالشبع لساعات طويلة. سنعود إلى العلبة الأولى لنمنح هذه الوصفة لمسة غنية ومغذية أكثر. سنضيف ملعقة من زبدة الفول السوداني الطبيعية التي ستجعل هذا الخليط أكثر كريمية ولذة، مع مذاق رائع يمتزج تماما مع الكاكاو والعسل. أما بالنسبة إلى العسل سأضيف ملعقة أو ملعقتين حسب ذوقك. وأخيرا نضيف للعلب 3 ملعقة صغيرة من الجبن الطبيعي الذي يضيف جرعة إضافية من البروتين والكالسيوم. نخلط المكونات مع بعض حتى تمتزج جميع النكهات. وأخيرا ننتقل إلى مرحلة التزيين. نزين العلبة الأولى بقطع من الموز الطازج ورشة خفيفة من بودرة الكاكاو لإضافة لمسة رائعة. في العلبة الثانية نضع القليل من معجون التفاح وملعقة جبن طبيعي والقليل من المكسرات. أما العلبة الثالثة فنضيف القليل من معجون الفراولة وملعقة من الجبن الطبيعي وقطع الفراولة الطازجة فوق الخليط، مما يجعلها منعشة ولذيذة أكثر. نغطي العلب الثلاثة ونضعها في الثلاجة. يفضل تحضير هذه الوصفات قبل النوم وتركها في الثلاجة للحصول على أفضل قوام ونكهة. يمكنك إضافة المكسرات مثل اللوز والجوز للمزيد من القرمشة والفوائد الصحية. استخدمي حليبا طبيعيا غير محلى للحفاظ على قيمة غذائية متوازنة. إلى هنا نكون انتهينا من هذا الفيديو. إذا أعجبتكم هذه الوصفات لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اكتبوا لي في التعليقات أي وصفة أعجبتكم أكثر وأي نكهات أخرى تحبون أن أجربها في الفيديوهات القادمة. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وانتظروا المزيد من وصفات السحور الصحية والسهلة في الأيام القادمة. رمضان مبارك وصحة وهنا للجميع.